طبعا رحبوا بك اخوي فيصل بدري. كنا نامل ان يعني الحديث معنا كان في تاهل فريق الاتحاد لدور 16، لكن هذه احكام كره القدم. طبعا نشكروك على المجهودات اللي قدمتها فيصل بدري خلال يعني مشاركه فريق الاتحاد، ولمساتك كانت واضحه ويعني مستواك فيش حد يتزايد عليه، بدليل تعلق جمهور الاتحاد بك اخوي فيصل بدري. لكن الجمهور يحب يطمن على مستقبل فيصل البدري، يعني اكيد نادي الاتحاد لن يقف على هذه المشاركه، عنده استحقاقات قادمه اكيد مهما طال، يعني هناك دوري قادم وان شاء الله البلاد تتعدل امورها، وايضا هناك يعني اذا لم يكن هناك دوري هذا العام المستبعد ان يكون سيكون الاتحاد يعني مشارك في العام القادم في المشاركه الافريقيه بصفته يعني صاحب وصيف اخر بطوله في المسابقه الماضيه. كلمه وجهها اخوي فيصل لجمهور نادي الاتحاد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. نتأسف على النتيجة وعلى الخروج المبكر من البطولة الأفريقية. نحن كنا قصدي نحكي باسم الشباب الرياضيين، كنا نبي نحققوا شيء يليق بنادي الاتحاد وسمعة نادي الاتحاد كنادي كبير ونادي عريق. بس إذا أحكام كرة القدم كما تعرف أنت ما فيش نشاط في ليبيا، والشباب والله في نظري أنا ما قصروش، كانوا حاطين كل شيء برغم الظروف برغم المشاكل الإدارية برغم كل شيء، كانوا حاطين الجمهور والناس في ليبيا أن الناس مستحقة أبسط فرحة. بس ربي ما سخرش، إن شاء الله نعودهم إن شاء الله في بطولات إن شاء الله قادمة. مصيري يتعلق بنادي الاتحاد إن عقدي ساري مفعولة ممكن لعند شهر 6، قمت باقي مع نادي الاتحاد، وتو ممكن في الاجتماع إن قالوا ممكن في إجازة بسيطة من ثم ممكن نشوف هم الجدول معسكرات في ليبيا وخارج ليبيا، إن على حسب ما فهمت إنه مش حيوقف الفريق. والمدرب كما فهمت إنه عقده ينتهي في 15/12 الجاي. مش عارف الخطة اللي بيديرها المدرب ورئيس النادي، بس أنا الحق قصدي كتجربة كفترة بسيطة عشتها مع رياضيين نادي الاتحاد مع جمهور نادي الاتحاد، فترة بسيطة صح، بس يعلم الله إني تعلقت بالنادي واجد. تريحت 100% من الطاقم الفني من الطاقم الإداري من الجميع من الجمهور. الحق جمهور تعلق بي وتعلقت به، نشهد بالله أن جمهور راقي حببني في نادي الاتحاد. طبعا نادي الاتحاد نادي كبير، أي رياضي في ليبيا يتمنى أنه يلعب لنادي الاتحاد. إن شاء الله أنا متمني أن مسيرتي مع نادي الاتحاد ما توقفش لعند شهر 6. أنا في نيتي أني نمثل القلعة الاتحادية إن شاء الله أطول وقت ممكن، وكل شيء إن شاء الله في وقته حلو إن شاء الله بإذن الله. أكيد يعني كل شيء في وقته حلو فيصل، يعني أنا إذا كان يعني تعتمد على رغبة نادي الاتحاد، تعتمد على رغبة نادي الاتحاد. يعني أنت رغبت حاليا إنك تواصل مع فريق أكيد ما قلت لك الأجواء اللي شفت قصدي أي رياضي يعيش الأجواء اللي عشت أنا مع الرياضيين مع الطاقم مع الجمهور، مستحيل يسيب مثلا الأجواء هذين. أنا تريحت 100%، ما حسيتش روحي إني غريب من أول يوم. ممكن في التمرين خشيت في الرياضيين، خشيت في الطاقم الفني في الجمهور، قصدي الحق ما حسيتش روحي إني غريب نلعب في نادي ممكن لأول مرة. هذه موقف على إدارة نادي الاتحاد. أنا قصدي حال غايتي قصدي ما ننكرش إني حبيت نادي الاتحاد وحبيت جمهور نادي الاتحاد تعلقت به، بس الأمر هذا متروك لإدارة نادي الاتحاد. أكيد أخوي فيصل، هو طبعا متروك الأمر ليك، دعنا هذا سواء حبيت أنك تجاوب على هذا السؤال أو لا. طبعا الفترة من فترات أنت انقطعت على تدريبات فريق الاتحاد، طبعا احنا لم نحب نتناول ذلك الخبر في ذلك الوقت فيصل، يمكن حتى حدث سوء تفاهم بينه وبينك يعني في الأمور هذه في تداول هذا الخبر. طبعا في أمور تتعلق بمادية وأمور ما شابه. يعني الحق الأمانة نشهد يا فيصل أنك يعني ليست لعبت في نادي الاتحاد كحب في نادي الاتحاد بغض النظر على المبالغ أو الأموال أو قيمة العقد أو ما شابه، لكن أنت يعني فرض عليك هذا التوقف في تلك الفترة لظروف معينة. لو تحب تحكي على الكلمة هذه حتى في جزئية بسيطة حتى يعرف جمهور الاتحاد. والله أنا أقول لك حاجة، أنا ما حبيتش نوقف، وممكن صارت لي أكثر من مشكلة مع إدارية، ممكن كانت في سوء تفاهم. أنا والله موضوعي ما كان موضوع ماديات الحق، أنا موضوعي موضوع كلمة موضوع وعود، بكرة بعد بكرة الأسبوع الجاي الشهر الجاي بعد شهرين. فمواضيع عدينا قصدي نحب الحق نتحفظ عليه، ان انا في النهايه بكل موضوعي ما هو ما نحلش، وانا خشيت للتمارين في راسي شيء، ان في راسي ان الفريق يمشي قدام، ان ما يكونش فيصل سبب في احداث مشكله
تعرقل الفريق أو تسبب مشاكل للجمهور أو. فالحمد لله ممكن وقفت فترة بسيطة وبعدين حسبت الموضوع ورجعت للتمارين. والله الحق ما قصدي والله متأسفين على الخسارة، متأسفين على النتيجة، وإن شاء الله نستمر مع نادي الاتحاد، وإن شاء الله نعوضه في البطولات إن شاء الله القادمة إن شاء الله بإذن الله. كيف شاهدت الفريق أخوي فيصل، يعني الفريق الحالي المتواجد؟ والله فريق قوي. أنا قلت لك لو إنه في دوري ممكن مش نتصرح أنا، بس فريق نشهد بالله إنه عناصر، يملك عناصر شابة ويملك عناصر خبرة، فريق قوي. ممكن فريق لما تجد ان التشكيله الاساسيه نفس التشكيله اللي في البنك، نفس المتقاربين في المستويات، تعرف ان عندك تشكيله قويه. والاتحاد ان شاء الله في السنوات القادمه طبعا هو فريق مش غريب عليه، فريق بطولات من يوم ما هو. فيصل بدري انت اسم كبير ومعروف في الكره الليبيه حتى قبل ان تاتي لنادي الاتحاد، بالاضافه الى حاليا تواجدك في نادي كبير كنادي الاتحاد، يعني حاليا هذا لا ينقص طبعا من علاقه نادي الهلال، طبعا اللي خرج لعيب زيك اخو فيصل. لكن في نفس الوقت شو اللي تغير في فيصل بدري عندما جاء لنادي الاتحاد، عندما ارتديت غيرات الاتحاد، ما اللي تغير في حياتك يا فيصل بدري، يعني خلال الاصدقاء، خلال تعامل الجمهور، يعني والله نشوف اللي حسيت تغير يعني؟ والله نقول لك شيء، حاجات واجد ممكن تغير. انا اول شيء جمهور نادي الاتحاد، اوكي الهلال يملك جمهور بس اكيد مش كيف قاعده جماهيريه لنادي الاتحاد. الرياضيين ممكن 3 أرباعهم نعرفهم ممكن عن طريق المنتخب، والشيء هذا ساعدني واجد في تأقلم سريع مع الفريق. ما ننكرش ان في بعض المشاكل، لان تعرف ان الدوري واقف وان ليبيا سياسيا ماهيش متريحه. ان شاء الله نشوفوها ان شاء الله في احسن حال، ان شاء الله ليبيا ترد الكره وترجع الكره. بس اي شيء في نادي الاتحاد الحق قصدي انها تريحت، قلت لك شفت حاجات، شفت عمل احترافي، شفت ممكن حتى حاجه جديده. ممكن انا في الهلال ما شاركتش في البطولات الافريقيه، ممكن مع المنتخب اوكي كاس الفدراليه، تصفيات كاس العالم، بطوله افريقيا المحليين، بطوله افريقيا في 2012. بس البطوله هذه ما تجربه، وقلت لك هي 3 شهور صح، بس الواحد تقعد ممكن في السي في بتاعه تقعد انه شارك في البطوله الكونفدراليه، وان شاء الله ترد الكوره وترجع ونشاركوا في الشامبيون، ونشاركوا في الكونفدراليه ان شاء الله، نمشوا قدام ان شاء الله. والله مع الله سايبي مشكلة والله متأسفين الحق يا راجل. نشهد بالله. فيصل شعورك بعد إحرازك أول هدف أفريقي ليك مع فريق الاتحاد؟ والله الحق أول مباراة ممكن حتى الفرحة يعني حتى الفرحة أنا كنت مستحق للشيء هذا. ممكن في أول ظهور لي مع نادي الاتحاد وقلة نادي الاتحاد في حضور الجمهور في أول مباراة في التصفيات، قصدي كان شعور الحق شعور رائع، فهمتها. أو كنا متمني إنه يستمر الشعور هذا، بس قدر الله ما شاء فعل، ما فيش نصيب. إن شاء الله السنوات القادمة إن شاء الله. طبعا الإحراج يحدث، يعني طبعا لاعبين كبار يعني يضيعوا ركلات جزاء يعني، وفي نهائيات كبيرة كنهائيات كأس العالم وما شابه، يعني أكيد أي لاعب معرض إنه يضيع، اسمها ركلة حظ يعني، أكيد حظ يعني، ركلات ترجيحية. فيصل هل تمنيت انك تلعب بركله الجزاء، يعني شعورك داخليا هل تمنيت انك تقدم مش تلعب ركله الجزاء الحاليه؟ والله اكيد انا كان قصدي ما عنديش مشكله، ممكن كنت نقدر ننفذ ومشناه في الحق، قصدي حتى في البطوله الافريقيه المحليين كان من الرياضيين الاوائل ينفذوا في الركلات. ممكن لعبت 3 ركلات في بطوله الشان وما ضيعش. ممكن المباراه الاولى لعب ركله الجزاء في مباراه الكت تشادي وسجل، في المباراه الوديه هو اللي ياخذ فيه ويسجل. عند المدرب يعني حتى في الاجتماع الفني يسمي بالاسم ان ابو شناف في الركلات الجزاء. انا ما قصدي هي حتى نصيب، هي مكتوبه لكن المباراه مكتوبه لنا 2-1، ممكن حتى لو تقدمت لنا ممكن تضيع ويونس تضيع، هي مكتوبه لنا نتيجه 2-1. المدرب لوشانت مدرب فرنسي كبير، اكيد البعض قد حمله يمكن مسؤوليه جزء يعني من التشكيله او ما شابه. احنا لن نخوض في الجانب الفني، لنا لقاء معه مستقبلا ان شاء الله في هذه الامور سيتحدث هو عنها. لكن فيصل انت هل غياب المحترفين ال3 يعني شكل عامل سلبي لفريق الاتحاد في المباراه، وانتم كلاعبين كيف شعرتوا غيابهم؟ والله قبل كل شيء المدرب طبعا مدرب اسم كبير هو ويخدم بعقليه احترافيه، ويعلم الله ان 3 شهور اللي فاتوا قصدي استفدت منه. وانا حتى تقدم ممكن تمرنت مع مدرب كبير، ممكن هو اخذ كاس افريقيا مع الكاميرون. طبعا اثر فينا غياب المحترفين. ممكن سولو كان يلعب صفه رسميه، ممكن في البنكينه ما كانش عندنا مهاجم، في محمد يحيى محمد كنا نعولوا عليه واجد، وممكن سجل في المباراه الاولى وسجل في مباراه اللي الذهاب نتاع الفريق العاجي. ممكن كان واضح في المباراه اللي فاتت.
بس المشكله ممكن اثرت وما بوش نحكوا نحن في المشاكل وسبب المشاكل، بس كنا مستحقين له من الحق. وانتونيو هي قدر الله ما شاء فعل، هذا نصيبك. طبعا اكيد حتى دائما بناء الجمهور طبعا لا يقلل هذا من باقي اللاعبين، ولكن دائما لكل فريق نجوم مثل محمد زعبي يعني تواجد وفيصل البدري يعني قيمتين كبيرتين في نادي الاتحاد معروفين، يعني يكون لاعب خصوصيه في هذا الامر لدى جمهور الاتحاد. وايضا حتى الاغاني دائما يعني ما يتبع اسم زعبيه بالبدري وبالعكس صحيح البدري وزعبيه. حدث وايضا تداولت بعض المواقع انه كان في سوء تفاهم بينك وبين محمد زعبيه، لكن فيصل نبوك توضح هو تو حاليا علنيا وعلاقتك بمحمد زعبيه كيف كانت؟ يعني لا العكس، لا العكس، محمد شخصيه ولد اصل ولد بيتيه، رياضي كيف الرياضيين الباقيين، قصدي صاحبي وصديق تربطني به علاقه جيده، ما فيش سوء تفاهم. وقصدي برا الكوره ممكن في الكوره عادي تصير مع اي رياضي، قصدي عاديه في التمارين في الكوره تحدث عادي. بس يعني ممكن هو قاعد او تو تلاقيتنا وياه وسلمت عليه وما في شيء يعني. ممكن انا سمعت ان فيصل وزعبيه مش تمام، فيصل وزعبيه خطين متوازين. الحق هو له شخصيته وانا لي شخصيتي. انا الحق كنت متمني انه يشارك معنا، كان حيحدث الفارق وكنا حنمشوا. انا متاكد لو ان نلعب هو ممكن كنا نمشوا قدام. قصدي 9 مش من تو، انا نحكي لك اخوي ناصر، انا من اول بروز محمد وهو يلعب في الاتحاد. قصدي قيمه ثابته محمد زعبيه في نادي الاتحاد، كان قيمه ثابته في المنتخب. ما سخرش ربي ان يكون متواجد مع تشكيله الاتحاد. ان شاء الله السنوات القادمه ان شاء الله يجمعنا فريق الاتحاد يجمعنا المنتخب ان شاء الله. أنا حبيت مرة يعني وبعد سوء تفاهم يحدث يعني في الملعب، زي ما قلت أنت تقسيمة يعني قصدي عادية كورة هذه تصير، لكن جمعكم حديث على هذا المقعد بالذات تحديدا. يعني أنت جالس أنت محمد زعبية، يا ريت باختصار يعني نجرب بيناتكم الحديث. هو كان أول حديث يمكن عن قرب بينك وبين محمد زعبية فيصل بدري والله العظيم. وبعد يعني وبعد هذا اللقاء باش يعني نثبت للناس أن ما في شيء بيني وبين محمد، وممكن كثرت الحديث كثر الأقاويل، فحبينا أن شنو ننهي الموضوع هذا مش ما يكبرش الموضوع. ودارت وسألني على بنغازي وسألت أنا على حياته كيف ماشية. قصدي حديث خارج الرياضة، وطال حديث ودي، طال الحديث بيني وبينه. والله يعلم الله أني كل أنا قصدي كل احترام وفنيا قصدي قيمة ثابتة، وفيش اثنين يختلفوا عليه محمد زعبية في الملعب وخارج الملعب. أنا قلت لك ولد أصل ولد بيتية الحق، شفتش منه لك الخير. بارك الله فيك أخوي فيصل. في نقطة فيصل نبوك طبعا أنا طبعا أجلت الحديث طبعا وأجلتها طويل، يمكن إلى أن يأتي الوقت المناسب. على ما أعتقد أنه هذا الوقت المناسب. فيصل طبعا حدث اتفاق يمكن بيني وبينك يعني أول ما وقعت أنت في نادي الاتحاد، ويعني طلبت مني طلب إني أصر ما نبيش يعني الظهور الإعلامي يعني بكثرة، ما نبيش اللقاءات بكثرة، لدرجة أني اتهمت فيصل أني ناصر محجوب مهمش فيصل البدري إعلاميا. يا ريت تحدثنا بهذه النقطة بكل صراحة أخوي فيصل. لا الحق نشهد بالله أخوي ناصر، والله مش لأنك تو قاعد موجود أمامي، الحق قصدي ما قصرتش معي، أعطيتني حقي وأكثر من حقي. أنا نحبك نخدم في ما نحبش لأن موضوع الكاميرا واجد ما نحبش، حتى يسبب لي في موضوع ضغط ويسبب لي في موضوع. فأنا أول حاجة قلت لك راهو بعدني عن موضوع اللقاءات واجد. وأني قيدت لا الحق لا وأنت الحق قصدي ما شفتش منك إلا كل الخير، ونشكرك لأنك احترمت الموقف بتاعي وتحملت الانتقادات اللي كنت سببها أنا الحق. لا عادي مفيش. موضوع آخر فيصل، طبعا حاليا انتهت مغامرة الاتحاد الأفريقية هذا الموسم. أكيد تو عن فترة إجازة، أكيد كل واحد يعني بيشوف عائلته ويعني بيشوف حياته الخاصة بعد يعني معسكر طويل، وطبعا الكل بعيد عن أهله، خصوصا أنك يا فيصل مدينة بنغازي أنت تعرف الظروف الحالية اللي تمر بها مدينة بنغازي. إن شاء الله ربي يعني يحقن الدماء إن شاء الله يا رب، وترجع الأمور على إن شاء الله ليبيا كلها إن شاء الله. المخطط طبعا لفيصل بدري حاليا بعد أنت اليوم مغادر للفندق إن شاء الله. إن شاء الله. يعني كيف يعني حيكون برنامجك فيصل المدة القادمة؟ والله أنا كما قلت لك أنا في اجتماع أن المدرب ورئيس النادي فهمت كيف فهمت من الحديث متاعهم أن ممكن في معسكرات داخلية وممكن تكون خارجية. ممكن تو قالوا ممكن بيحطوا الخطة متاعها، ممكن المدرب شنو هو اللي بيقرر أن فترة إجازة ممكن بيعطي أسبوعين شهر. أنا قلت لك أنا ملتزم بعقد عن شهر 6 مبدئيا مع نادي الاتحاد، حتى لو أن توم يبونيش نغادر قصدي بنحترم عقدي ونحترم النادي وبنقول بندير اللي يقولوا لي عليه.
قصدي اللي بيصير على الرياضيين تاع نادي الاتحاد بيصير علي اللي عند شهر 6. وكما قلت لك لو ان الاداره راغبه، انا الحق راغب نادي الاتحاد وراغب جمهور نادي الاتحاد اللي حببني في النادي، زاد حببني في النادي اخرى. والرياضيين الحق قصدي ما خشيت فيهم، يعني ما حسسونيش اني غريب ولا جاي من قصدي، خشيت خوتي كلهم وما فيش بيني وبينهم الا كل محبه وود. وهذا هو اخوي ناصر. ويش طول عليك فيصل؟ قلت لك كلمتين وشديتك يمكن ساعه. لا مش مشكله. فيصل طبعا شنو تحب توجه يعني لجمهور نادي الاتحاد كلمه، يعني ما نقولوش احنا اخيره طبعا هي كلمه، لكن قبل مغادرتك حاليا الفندق يعني كلمه اللي تبي توجهها لجمهور الاتحاد وش تطلب منهم في هذا الوقت بالتحديد؟ انت تعرف الانتقادات تكثر يعني دائما بعد كل خساره لاي فريق يعني تكثر الاقاويل وتكثر واحد. شو اللي انت يعني ترغبه من جمهور الاتحاد في هذه المرحله؟ يعني والله نحن كرياضيين نتاسفوا لجمهور نادي الاتحاد، نعرف ان الاسف ما يجيبش نتيجه، بس هذه احكام كره القدم، نبيهم يتفاهموا ان الرياضيين والله يقدموا اللي عندهم واللي عليهم واكثر. نعرف جمهور نادي الاتحاد جمهور كبير، جمهور راقي ويتفهم مواضيع ممكن من حقهم يزعلوا وممكن طول الزعلة شوية، بس نبيهم انهم يوقفوا مع الفريق متاعهم، لان الحق قصدي يملكوا فريق شاب وفريق قصدي ممزوج بالعناصر الشابة وبالخبرة، نبيهم يصبوا مع الفريق متاعهم. ماش هذه نهاية الكورة، ماش نهاية الدنيا، وراء مستحقات قادمة. لو انه ما فيش دوري وان شاء الله نحن نتمنى يكون في دوري، بس ضروري يصبوا مع النادي. ونعرف انا مش انا اللي نوصي نادي جمهور نادي الاتحاد انهم يصبوا على النادي، هذه هم شيء يعرفوه اكثر مني، يعرفوه اكثر مني. وانا الحق قصدي فرحان اني دخلت قلوب جماهير نادي الاتحاد، ويعلم الله بالمحبه اللي كنا لجماهير نادي الاتحاد. وان شاء الله يا رب نشوف ان شاء الله نمشي معهم لقدام ان شاء الله باذن الله. هناك بطولة ستقام على ما أعتقد، أو بطولة السلامة والوئامة وما شابه، بطولة ودية ستقام في طرابلس الفترة القادمة. إذا شارك فريق الاتحاد هل ستكون متواجد في البطولة؟ قلت لك أنا معقد ساري عند شهر 6 مبدئيا، في أي وقت نادي الاتحاد يكلموني أكيد بكون حاضر أخوي ناصر. كلمة توجهها للجهاز الطاقم الفني والإداري والإعلامي وأيضا خدمي المرافق لفريق الاتحاد. والله كل الطاقم اللي كان معنا موجود في الهوتيل في المعسكر، سواء الطاقم الطبي سواء الطاقم الاداري سواء الطاقم الفني سواء المركز الاعلامي سواء جميع اللي كانوا متواجدين معنا، اللي تحملوا الضغوطات، اللي تحملوا المشاكل، اللي تحملوا اللي حاولوا يتغلبوا على الصعوبات اللي واجهناها. نحب نشكرهم، نحب نتأسف لو أن بدر منا شيء ممكن عن غير قصد، نحب نتأسف وإن شاء الله تجمعني بهم الأيام وتجمعني بهم الكورة ونخدم معهم إن شاء الله في قادم المواعيد إن شاء الله. يمكن ضربتك صداقة بالسيد خالد الغنيمي، يمكن شركة ستاج هي اللي كانت شركة راما اللي ممكن خالد بغنيم ومعتز بن عامر هم اللي سهلوا لي إجراءات وسهلوا لي إني نجي للنادي الاتحاد، وهم اللي كانوا وراء المفاوضات اللي قامت بيني وبين نادي الاتحاد. شكرتهم أنا في اللقاء الأول ونزيد نشكرهم أخرى. إن شاء الله ربي يوفق نادي الاتحاد إن شاء الله. تحبش تقول كلمة يعني من نفسك ترسلها؟ والله أنا نقول لك كيف ما شكرت نادي الهلال نحن نزيد نشكر نادي الهلال اللي وقف معايا والناس اللي ممكن حتى كانت عندي مشاكل توا وأنا كنت برا ليبيا، والنادي الهلال حلوا لي فيه النادي الهلال طبعا بيتي ونادي الأول ونادي السابق واللي تربيت فيه. فيصل بينك وبين الجمهور هل كان يتبع فيصل بدري في المشاركة الأفريقية؟ يعني شنو كان اللي والله يتواصل بينك؟ والله كانوا الحق متفاهمين خروج متاعي وكانوا متمنين للخير، وممكن حتى الهدف متاعي ممكن لقيتها منزلينها في الصفحة متاعهم. لاحظنا بعض الجماهير من بنغازي يعني ممكن حتى في جماهير من الهلال، ممكن حتى كان مدير الكرة السابق نادي الهلال ممكن كان حاضر المباراة، وكانوا متمنين الخير لنادي الاتحاد انهم يمشوا قدام. احكام كرة القدم بكل فريق كانت يعني بعد المباراة فيصل من الجمهور او من جمهور الهلال او من جمهور الاتحاد او من جمهور يعني والله الحق انا ممكن عند ممكن من نص ساعة فات جمهور نادي الاتحاد بنمس رسائل ومكالمات. حقنا جمهور راقي ويقولوا لنا انكم ما قصرتوش وقدمتوا اللي عليكم ونحن متمنين ان فيصل بدري يستمر مع القلعة الحمراء. انا متبادر بنفس الشعور. الحق نسمع عليه انه جمهور راقي، واللي عندنا مجيد شفت ولمست الشيء هذا
كما قلت لك ان شاء الله نكون معاه في المواعيد القادمه ان شاء الله باذن الله. نعرفوا اخوي سؤال باش ما يعني حق الاهل عليك اخوي فيصل، يعني انت اعطيت حق الاتحاد وحق الهلال واحد، يعني سمعنا ان الوالده ستكون متواجده في تونس يعني ليك فتره اكيد ما ريتهاش. لي 3 شهور 3 شهور بالضبط. كانوا اشقائك على ما اعتقد متواجدين. اشقائي ممكن من اسبوع فات جوانا. من اسبوع فات يعني ايش الكلمه اللي توجهها لاهلك يعني خصوصا في فتره غيابك؟ والله بفضل بعد الله كما قلت لك يرجع الوالديه، انا الحق اللي هم اللي يدعموني، هم اللي ورضا الوالديه اللي هو اللي انا السبب اللي قاعد فيه انا والسبب النجاح اللي قاعد فيه انا. ديما مصابين معي، ديما واقفين معي، ديما يسأل، ديما يكلموا يطمنوا. ممكن الوالده ممكن مع الطياره ممكن بعد بكره، يا موضوع كشف هيك شويه ممكن اكيد ان شاء الله. نحب نشكرهم، نحب نشكرهم واجد الحق، ومهما ندوي مهما نوفيهمش حقهم. ان شاء الله ربي يحفظهم، ربي يطول في اعمارهم ان شاء الله ويدومهم ان شاء الله. نشكرك اخوي فيصل، وعارفينك تغير وعطلناك يعني. لا مش مشكله اخوي ناصر، بارك الله فيك، وان شاء الله اكيد حنلتقي اكيد بعد اقل من شهر ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك، نصور صحيح.